الجونه، لان مكسب النهارده طبعا دي كوره معروفه بيتميز بيها فريق الجونه، اوت او رمي التماس من سعد حسني، دائما وابدا بيتالق في ان هو يعملها كويس جدا ويلعبها. كان في لعيب في الدوري الانجليزي اسمه ديلاب، افتكر كان بيلعب في ستوك سيتي، برضو كان مشهور جدا برميات التماس. 18 صعب 28 سنه، ادي اللمسه هات وخد كده في منتهى الخطوره. اسامه محمد العرضيه من يقابل باكلي يا جيمس تيدي النيجيري يوقع هدف مع الدقيقه الخامسه عشان يتعادل بتروجيت. مفيش الا لاعبي الجونه في وسط الملعب مسيطرين، يبقى فيه هجوم ومفيش اي رايه تاني. وادي محارب تاني ممكن يكافئ نفسه وضربه جزاء قلت لحضراتكم ممكن يكافئ نفسه، ضربه جزاء وكارت وقرار اداري. يا لسه بقول وادي الراجل اهو، ادي الراجل قدامنا اهو، ادي محارب اللي نزل في وقت يعني مش بتاعه ابدا، او وقت يعني ضيق قوي عشان يفني، وان كان يكافئ نفسه اكتر. ادي الكره وادي لمسه اليد، لا فريق البتروجيت. الرابعه ضربه الجزاء الرابعه محمود سيد. يا عيني هدف في وقت قاتل للجونه، هدف